زيجة سعاد حسني أسرار تتكشف بعد 23 عام على رحيل السندريلا. عاد اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني لدائرة الأخبار بعد قرار عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الكشف عن وثائق جديدة تؤكد زواجها سابقا ما أثار اهتمام الإعلام والجمهور مجددا. ونشرت صحيفة تلجراف مصر مكالمة هاتفية مسجلة بين سعاد حسني والإعلامي محمود مطر تحدثت فيها عن تفاصيل مرضها وإقامتها في لندن ونواياها العودة لمصر. ولدت سعاد حسني في 26 يناير 1943 بحي بولاق في القاهرة لعائلة فنية كبيرة تضم 16 أخا وأختا معظمهم من أشقاء والدها. محمد حسني البابا كان من أشهر الخطاطين العرب واشتهر بزخارفه التي زينت كسوة الكعبة المشرفة. أما جدها فهو المطرب السوري حسني البابا وشقيقه الممثل الكوميدي أنور البابا، وكانت موهبتها الفنية واضحة منذ الصغر رغم عدم التحقها بالمدارس. رحلت سعاد حسني في يونيو 2001 إثر سقوطها من شرفة مبنى في لندن. تأخر تقرير التشريح بسبب الأجازات وتم نقل جثمانها للقاهرة بحضور رسمي. رغم أن البعض اعتبر الوفاة انتحارا نتيجة مرضها النفسي، رأى طبيبها عصام عبد الصمد أن الوفاة كانت نتيجة سقوط عرضي مرتبطا بحالتها الصحية من هبوط وفقدان التوازن. في المقابل اتهمت المنتجة اعتماد خورشيد بعض الشخصيات السياسية بقتل سعاد حسني، مؤكدة أن الوفاة لم تكن انتحارا. وكتب السعاد مذكراتها سنة 93 حيث خاطبت الله بعبارات مؤثرة تطلب فيها المساعدة والهداية في مسيرتها الفنية والشخصية. دعت الله أن يرسل لها الملائكة للحفظ والرعاية وأن يبارك طريقها. وكان آخر ما دونته في مذكراتها هو سورة الفاتحة التي ودعت بها كل من تحب قبل رحلها. توفت سعاد حسني عن عمر 58 عام تاركة إرثا فنيا عميقا وحبا كبيرا في قلوب جمهورها وزملائها من نجوم الفن. أما عن زيجات سعاد حسني، تزوجت سعاد حسني 5 مرات، لكن جميع زيجاتها كانت بعيدة عن مراسم الزفاف التقليدية. الزواج الأول كان سريا من عبد الحليم حافظ، الثاني من المخرج صلاح كريم واستمر عامين، التالت دام 11 عام مع المخرج علي بدرخان بدون حفل زفاف، الرابع كان من الفنان زكي فطين عبد الوهاب وانتهى بسبب رفض العائلة، الخامس والأخير من السيناريست ماهر عواد واستمر حتى وفاتها.